الله. لازم نفتحوها حتى لا هي مفتوحه بالكتاب، لو كان نفتحوها شويه ونديروها هكا التربه تاعها تروح. مباشرة من ولاية بسة إلى ولاية بئر العاتر للمشاركة في الحملة الكبرى لتشجير جوانب السكة الحديدية بمشاركة لمختلف الفعاليات وتحت إشراف والي ولاية بئر العاتر ومن تنظيم جمعية التحدي ورئيس جمعية الجزائر الخضراء يحضر معنا اليوم في ولاية بئر العاتر ليدعم هذه المبادرة النبيلة الطيبة التي هي عبارة عن سنة حميدة في ولاية بئر العاتر من طرف جمعية التحدي. ننتقل معكم من خلال هذا الروبورتاج لتفاصيل عديدة، شاهدونا. نظرة بإذن الله. هذا المشروع الهادف الذي نأمل أن يكون وسيكون بإذن الله تعالى فأل خير ومخرج اقتصادي كبير لولاية بئر العاتر بالخصوص وللجزائر عامة. سيكون هذا الطريق الطريق الخاص ببلاد الحدبة الذي سينقل الفوسفات المدمج من هنا من هذه المواقف التي نحن بها، وسيكون عملية غرس الأشجار متوازية مع السكة الحديدية. احنا كذلك نحلم باش يدشن هذا الخط نتاع الحدبة يضخم وهو يعرف زخم كبير، الجاهزية نتاعو تكون موجودة لا من حيث التشجير ولا من حيث جمالية المكان، لأن نأمل باش يكون إن شاء الله رئيس الجمهورية هنا كما راح للغرج بلاد، ورئيس الدائرة ورئيس البلدية وكل المجتمع المدني اللي حاضر معنا من جميع أقطاب ولاية بسة. مرحبا بك. سيد الوالي، سيد رئيس الدائرة، السلطات الأمنية، سيد رئيس البلدية، الغابات وفعاليات المجتمع المدني كامل اللي حاضرين معنا من ولاية بسة، من جل بلديات بسة. ونرحب وترحيب خاص بالسيد فؤاد معلا اللي صاحب مبادرة الجزائر الخضراء. لقيتوا جمعيه كيما هذه ناشطه ولا جمعيه واحد اخرين ناشطين، كي لقاو رجال في منطقه ماذا بينا سلطات ولا ناس الخير ولا السكان بها بصفه عامه كامل ماذا بينا يرافقوا الناس تاع الخير هذو كامل، والحمد لله كيما راهو يقول السلطات معاهم، الجمعيات معاهم، ونتمناو الناس كامل توقف خاطر ماشي الامر هذا راهو تاع خير، من بعد ما تعبش في الصيف ومن بعد نديروا لها الدعامه نديروا الحوض تاعنا باذن الله نسقيوها مليح بربي ان شاء الله مشروع ناجح 100%. رانا مرتاحين لنا الله يبارك، ربي يبارك فيكم كامل. دير لنا الشعار السيد فؤاد خضرا باذن الله. الله يبارك. معنا الفواعل الشبابيه وفواعل المجتمع المدني وعلى راسهم الاتحادي ممثل اليوم في السيد محمد شرفي بحضور مع حفظ الاسماء والصفات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ربما هذا يوم من ايام جمعيه التحدي هنا في بئر العاتر. بئر العاتر كما قلنا جمعيه التحدي كامل مع بعض. احنا نقولوا جمعيه، احنا جمعيه التحدي، اسمح لي رئيس جمعيه التحدي وكافه الحاضرين. هنا فؤاد معلا اللي شد طريق كبيره ويعني تكبد عناء السفر. الحاضرين كامل مع حفظ الاسماء والصفات. خضرة باذن الله، خضرة باذن الله، ربي يجعلها في ميزان حسنات. خضرة باذن الله. هذه شجرة الاتحاد هذه. خضرة بإذن الله. خضرة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر ناس بئر العاتر كامل بصفة عامة، مسؤولين، السلطات المحلية، الأمنية، جمعيات، ناس الخير كامل، سكان بئر العاتر كامل، حافظ الغابات، الحماية، الناس كامل اللي جاو هنا شاركوا الله يبارك فيهم، واللي ما جاش هو معذور. احنا وجبنا هنا جبنا الخير. رانا بالتنسيق مع جمعية التحدي ولاية بئر العاتر راهم يخدموا في خدمة جبارة. نتمناو الناس كامل المسؤولين، السلطات، جمعيات، ناس بئر العاتر، رجال أعمال، ناس كامل يوقفوا مع الجمعية هذه راهي هذا الشيء هذا يمد إضافة كبيرة لبئر العاتر والجزائر كامل. احنا عندنا قداش نعم احنا نسقوا معاهم وش نقول بارك الله فيهم بالناس اللي واقفين معاهم كامل من بعيد ومن قريب. وبربي ان شاء الله احنا مانيش حابسه خلاص. هذا جا اليوم رانا مشروع تاع السكه الحديديه هذه، بربي ان شاء الله يكون هذا مأكدنا على الغرس الصحيح، تكون متابعه بالسقي، غرسنا اصناف اللي يناسبوا المنطقه هذه. بربي ان شاء الله المشروع هذا
ديما المشروع يبدا ببذره، والحمد لله الشعب الجزائري كان فيه بذره تاع خير، خاصو توجيه برك وخضره باذن الله. يا وراي الطقس ان شاء الله خضره باذن الله. هذا القايده خضره باذن الله. من الميدان نرصد لكم الأخبار أينما كنتم، من الميدان نرصد لكم الحقيقة لحظة بلحظة.